السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب تاني إعدادي، عاملين إيه يا أبطال؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير. بعد ما خلصنا لك شرح المنهج كامل في 4 ورقات موجودين على قناة الواتساب، خش يا باشا شوفهم. وعملنا لك فيديو كمان، وعملنا لك فيديو حل، وعملنا لك اللي ما يتعملش. جينا النهارده نصبح أو نمسي عليك بفيديو حل امتحان متوقع بأسئلة وأفكار عالية قوي بإذن الله، هتخش تلاقيها عليك عندك في الامتحان. فيا ريت تركز معايا وتتفرج على الفيديو من أوله لحد آخره، وتصلي بينا على سيدنا محمد. ولو انت اول مره تتفرج علينا يا ريت تعمل لايك، تعمل اشتراك في القناه، وتفعل زر الجرس. وريني نفسك في الكومنتات يا باشا، وريني نفسك كده في الكومنتات، في اسئله في الدرس او في الفيديو محتاج حد يجاوب عليه. لو انت جاهز فالعبد لله جاهز، صلي بينا على سيدنا محمد ويلا بينا نبدا. النهارده ميعادنا مع حل امتحان متوقع بافكار مهمه جدا 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 في امتحانك هيجي لك ان شاء الله. فيلا بينا يا دكتور من غير مقدمه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لك اكتب المصطلح: لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. كنا بنقول يا جماعه ان ده اسمه قانون نيوتن. ايوه الثالث، قانون نيوتن يا جماعه الثالث. خلي بالك هنا ان الفعل ورد الفعل عكس بعض، الاتجاه عكس بعض في الاتجاه. طب وايه كمان يا مستر؟ وكمان يا مستر قال لي ان هو متزامنين مع بعض. يعني ايه؟ يعني مفيش تاخير، بالبلدي كده مفيش لاج، حبايبنا اللي بيلعبوا ببجي مفيش ايرور. ماشي. طيب رقم 2، توقع حالة الجو المستقبلية في مكان ما اسمها التنبؤات الجوية. اسمها ايه؟ التنبؤات الجوية. طب بص يا عم، لو الجو ده كان قصير او فترة زمنية قصيرة يبقى ده حالة اسمها حالة الطقس. طب لو كانت كبيرة دي اسمها المناخ. كلام سليم. ماشي. بيقول لك تعالى على صنف الروافع الآتية. تقول لي يا مستر هو القلم ده من امتى وهو رافع؟ اقول لك ماليش دعوة يا قلبي، والله انا ليا دعوة. مين اللي في النص؟ ما انت عارف ان الروافع 3 انواع: النوع الاول، النوع الثاني، النوع الثالث. فلي يعني ايه فل يا مستر؟ فاكر فل؟ يلا كنت قلت لك في الحصه. ماشي. النوع الاول اف يبقى اف في النص. تعال ندور كده فين الاف. اف اللي في النص يبقى ده من النوع الاول. طب الثاني فل ال يبقى ال فين يا باشا؟ ده النوع الثاني اللي هو الثاني. طيب يا باشا خلاص، اللي في النص فلي اي يبقى ده النوع الثالث. ايه ده يا مستر؟ يعني كده القلم دي رافعها من النوع الثالث؟ على فكره لو بصيت لها هتلاقي شبه المقش، والله شبه المقش. طيب مشى، ما تقول لي كده مشى ايه؟ طبعا هنا في مشى برضه. ماشي. هو الثاني ده بيوفر ولا لا يوفر؟ يوفر. طب الاول يعني غالبا يا باشا والله على حسب ايه؟ على حسب ذراع القوه. لو كان ذراع القوه كبير يبقى يوفر، طب لو كان ذراع القوه قصير يبقى لا يوفر. اما الثالث، الثاني احنا قلنا يوفر، اما الثالث لا يوفر دائما لا يوفر. طيب بسم الله. حتى انت لما بتيجي تكتب كتير كده، ده لو بتكتب اصلا هتلاقي الدنيا معاك ايه؟ صعبه شويه. ماشي يلا بينا. ثانيا اكتب معادله الكيميائيه المعبره عن تفاعل الثرميت واذكر اهميه التفاعل. تعالى يا عم، انت جيت في جمل. الثرميت ده يا جماعه فكرك كان تفاعل طارد للحراره. ماشي. كنا بنجيب الالومنيوم ال، خليك فاكر ان التكافؤ بتاعه ثلاثي. كلام سليم. زائد اكسيد الحديد الاحمر تقريبا، اكسيد الاحمر. طب Fe2O3. ماشي يا عم. سهم الالومنيوم انشط من الايه؟ من الحديد طبعا اللي هو Fe. فايه اللي يحصل؟ اطلع بره. يقوم قايل له اطلع بره كده، يقوم قايل له ايه؟ انا اقعد مكانك بنفس كل حاجه والله. وايه ده ليه يا استاذ؟ لان احنا الاثنين لينا نفس التكافؤ. فلما احنا الاثنين يبقى لنا نفس التكافؤ يبقى لنا نفس التاثير. يبقى ايه اللي يحصل؟ ولا اي حاجه. طلع بقى Fe كده لوحده. تقول لي Fe2. اقول لك معلش، يعني انت عمرك شفت الحديد بيطير؟ غاز يعني يا حبيب قلبي. الحديد ما بيطيرش. الهيدروجين هو اللي كتب 2، اكسجين، نيتروجين، فلور وكلور، اليود. لكن ده ما يطيرش يا باشا. طب قال لك ايه؟ اكتب Fe بس. طب مستر انا عارف والله، انا عارف انت قصدك على ايه. انت ناقص الهيت طبعا، خليك فاكر الحته دي، لان التفاعل ده تفاعل طارد. يا مستر ده 2 خرجوا بواحد، حط 2 يا اسطى. طب ده 2 ده كانوا داخلين بواحد، حط 2 يا اسطى. الحمد لله زي الفل. طبعا يا جماعه اهميه التفاعل في لحام قضبان السكك الحديد. لحام قضبان السكك الحديديه. طيب اي انواع الوقود التاليه تكون قيمته الحراريه هي الاكبر؟ طبعا يا جماعه الهيدروجين ده كان الاعلى في القيمه الحراريه. وخلي بالك ان ده كده كان وقود صناعي. كان وقود يا دكتور صناعي. ماشي. يتحرك الهواء في مسارات مستقيمه. يعني مش بيتاثر بظاهره او بتاثير كوريوليس، ده اللي عليه كورولوس. ماشي. ما ايه يا مستر ايه اللي بيحصل؟
قال لي الحاله دي بتحصل عند خط الاستواء. تيجي تبص كده عند خط الاستواء، فين خط الاستواء؟ يا عم الكلام مش موجود يا استاذ، السؤال في حاجه غلط. خد تعال بالراحه، اهدى يا ابو جبل، تعالى بس. هو ايه مش دي دائره عرض صفر؟ ما هو ده خط الاستواء. خط الصدر. تعالى بقى، تعال الحمد لله على السلامه. يلا قارن بين نسيم البر ونسيم البحر. دكتور من حيث توقيت حدوثهم، نسيم البحر ده قلت لك والله يا استاذ انت رايح على الشط الصبح وشك للميه، ما بتنزلش الميه اصلا. ليه؟ تقعد كده والميه في وشك، حلو، ففي نسيم كده يجي لك من البحر كده في وشك، يا لهوي هو جاي لي من ورايا عشان التكييف ورايا. المهم يعني ايه الفكره يا مستر؟ قال لي نسيم البحر ده بيحصل صباحا، اما نسيم البر مساء، في المساء يعني. طيب كبريتات النحاس المتهدرته، كلمه متهدرته يا جماعه يعني فيها ميه، فيها ميه. طب كبريتات النحاس غير المتهدرته من حيث الصيغه الكيميائيه ونوع الذوبان. طيب من حيث يا جماعه الصيغه الكيميائيه هنا هتحط له كمان الميه جنبها، طب هنا ما تحطش ميه طبعا. طيب نوع الذوبان ده هو الاهم في كل الحاجات دي اصلا، هو الاهم في كل الحاجات دي. كبريتات النحاس المتهدرته طبعا ذوبان ماس. طب ليه يا مستر؟ لان قلت لك كلمه متهدرته يعني فيها ميه، والميه تحب التسخين، فلو احنا سخنا عينيا، لو احنا سخنا ايه اللي هيحصل يا مستر؟ بيحصل امتصاص للطاقه الحراريه. طيب لو دي مصه يبقى دي ايوه اي حاجه غير طارده يبقى غير متهدرته يبقى طارده. وقيس الكلام ده طبعا كله على كلوريد النيك، كلوريد الكوبالت، وعلى كلوريد اسمه ايه؟ كلوريد الليثيوم وهكذا. طيب الكتله والقوه من حيث نوع الكميه، طبعا يا جماعه الكتله دي كميه قياسيه، اما القوه كميه متجهه. طيب الطلع والمتاع من حيث وظيفه، طبعا يا دكتور الطلع ده عضو التذكير، عضو التذكير موجود في الذكر. طب رمز الذكر ايه يا مستر عشان نسيته؟ رمز الذكر اهو، رمز الذكر رمزي اهو. طب تعالى بس يلا، ده الطلع اهو، كان انتاج الامشاج المذكره. ثانيه واحده، حد كده ده خلاه انتاج يا باشا الامشاج المذكره. طب اللي هي يا دكتور الامشاج المذكره دي اللي هي بين قوسين كده حبوب اللقاح، حبوب ايه يا دكتوره؟ اللقاح. اما الناحيه الثانيه عندي المتاع، ده الرمز بتاعه ماشي. طب لو كان خنثى كان بيبقى بالشكل ده يا جماعه، الاثنين في بعض، اثنين في واحد. في حد سالنا يا مستر هو ده صليب ولا زائد؟ هتفرق معاك يا ابني؟ هتفرق معاك يا عم؟ يا عم والنبي بالله عليك يا جدعان السنه الكبيسه دي تعدي على خير يا جدعان، ما تسالش السؤال ده تاني. طيب بصراحه انا ما اعرفش. لو تعرف قول لي بالله عليك. المهم يعني قال لي انتاج امشاج، انتاج امشاج بس مؤنثه. ماشي زي مين؟ زي البويضات. تعالى على اللي بعده. تتحول البويضه بعد الاخصاب، يعني خلاص ما بقاش فيه ولا كأس ولا طلع ولا اي بدنجان. طبعا معانا بعض النباتات الثانيه مالناش دعوه بيها، يعني القوطه عندها الكأس، الكوسه عندها التويج. طب يا مستر كان ايه اللهم صل على سيدنا محمد، نسيت يخرب بيت كده يا جدعان. البدنجان برضو عنده الكأس. الرمان عنده كان عنده الأزدية اللي هي الطلع، وكان عنده برضو يا مستر التويج. ماشي. ايه يا مستر عايز ايه؟ عايز يا مستر هي البويضه اتحولت الى بذره بس بينما يتحول مبيض الناضج الى ثمره. طيب خلي بالك ان المبيض ممكن يبقى فيه شويه بذور، عشان كان فيه شويه بويضات، عديد البويضات. زي مين؟ زي البسله، زي البطيخ، وزي قول انت بقى، قول لي مثال على ثمره وحيده البذره زي البرقوق كده مثلا. خلاص انا كنت اقول البرقوق يا مس، انا هحكي عليه، قول حاجه ثانيه اول. وقول لي مثال على ثمره عديده البذور. ماشي. الفحم من امثله الوقود طبعا يا جماعه الحفري. اما الايثانول ده كان وقود حيوي، واحنا هنا في الجزئيه دي كده او في النموذج ده حلينا على الوقود الحفري والحيوي والصناعي. ماشي. علل لما ياتي يمنع تماما اطفاء حرائق الصوديوم او البوتاسيوم بالماء. طب تطفيهم بايه؟ طبعا نطفيهم بالرمل. قال لي اول حاجه مع لان الصوديوم يحدث تفاعل طارد للحراره مما يزيد من الاشتعال او مما يزيد من الفرقعه. على فكره اصلا بيخرج لي هيدروجين الذي يشتعل بفرقعه. ماشي. طيب اندفاع ركاب الحافله ساكنه للخلف، يبقى لو انت كنت ساكن وبدا يتحرك ترجع لورا. طب ترجع لورا بسبب الكسور الذاتي، بسبب الكسور
الذاتي. طيب طبعا القطر الذاتي الذي يجعله يقاوم التغير المفاجئ في الحركه او في السكون. يسمى الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزال لانه ينتج عنه 4 خلايا جنسيه. يعني ايه يا مستر خلايا جنسيه؟ اول مره اسمع. يعني الامشاج. مستر يعني ايه الامشاج؟ لا بقى انت ايه عايز اقول لك كل حاجه؟ تعال هقول لك كل حاجه. الامشاج 3 انواع. حاجه اسمها حبوب لقاح، حيوانات منويه، وبويضات. دول الثلاثه اللي يحتوي على نصف الماده الوراثيه الا وهي ان واحده. طب اي حاجه ثانيه، اي حاجه غير الثلاثه، ان شاء الله يكون البدنجان، يعني حتى البدنجان فيه وفيه، ان شاء الله يا عم يكون برنشيميه 2 ان، كولنشيميه، طبعا دي خلايا جسديه في النبات، خليك فاكر. مقاس طبعا بكل منهم نصف الماده الوراثيه. نصف الماده الوراثيه كام؟ مقاس الازهار اللي تتلقى بالحشرات تكون لازجه. قال لي لتلتصق بها حبوب اللقاح. تلتصق بها يا جماعه حبوب اللقاح. طيب تعالى نطلع الخلايا الامبوستر. خلايا الكبد، تعالى كده يا باشا، احنا مش هنقوله خلاص. الكبد مش من ضمن السته يبقى جسديه. الخصيه من ضمن السته يبقى تناسليه. مستر هما كانوا ايه السته اصلا؟ السته حبيب قلبي اللي هم خصيه، متق، مبيض. خصيه بتديني حيوانات منويه، متق يدينا حبوب لقاح، مبيض يدينا بويضات، خليك فاكر. طيب خلايا المعده. خلايا المعده دي يا باشا كانت ايه والله؟ خلايا المعده دي كانت جسديه مش من ضمن السته. على فكره يا مستر خلاص انا فهمت، حتى من غير ما اقول كلهم جسديه ما عدا الخصيه دي تناسليه. طيب تفاعل الفلزات مع الاحماض، طبعا ده تفاعل طارد. اكتب لي كده تفاعل طارد. تفاعل الانحلال الحراري، انحلال ده ماس. كربونات ده طارد. طب طارد يبقى مفيش غير الماس بس، اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو تفاعل انحلال حراري. طيب كنا بنقول يا جماعه 3 احماض فلز قلوي، فلز قلوي، فلزات، او حمض مع فلز، حمض مع قلوي، حمض مع، كان اسمه ايه؟ حمض مع كربونات اصلا. 3 احماض فلز قلوي كربونات. انا اسف انا نسيتها. 3 احماض فلز قلوي كربونات. طب الناحيه الثانيه تفاعل الماس بيكربونات عكس الكربونات، ماشي. و2 انحلال، واحد حراري كربونات الكالسيوم اللي هو حجر جيري، وواحد انحلال غاز الاوزون، ماشي. اللي بعده. يلا يا دكتور على الاكسده والاختزال، وكانت من اصعب الحاجات اللي ممكن تقابلك. تعال نشوف. مستر ما تشرح لي كده سريعا ما هي الاكسده؟ طبعا الاكسده بالدال تبقى زياده في الاكسجين او نقص هيدروجين. والله يا جماعه كلنا بننسى الحته دي، كلنا بننسى الحته دي. وعلى فكره بقى الحته دي اصلا هتتحل بدي. طب الاختزال يبقى نقص في الاكسجين. اعكس بقى، نقص في الاكسجين او زياده في الهيدروجين. طب يلا يا باشا عوض لي كده بعد اذنك. ايوه يلا، دول هتتحل بدي. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لي يا باشا والله عندي NH3 ماليش فيه. دخل الكوبري يا باشا كده، طلع حصل له اكس دي العمليه، راح الناحيه الثانيه، يبقى الN اللي كانت معاها الاتش هيدروجين راحت الناحيه الثانيه من غيرها، يعني حصل لها نقص في الهيدروجين، تبقى عمليه، ايوه يا قلبي، عمليه اكسده. يبقى اكس دي عمليه اكسده. خلاص على فكره ما تفكرش، ما دام واحده اكسده يبقى الثانيه اختزال، لان الاثنين عكس بعض ما ينفعش يبقوا الاثنين نفس الحاجه. طيب ده بقى يبقى اسمه عامل ايه؟ طبعا اكسده يبقى عامل مختزل. عامل ايه يا دكتور؟ عامل مختزل. طب الاختزال عامل مؤكسد. مين بقى اللي عامل مؤكسد؟ طبعا الاكسجين. ماشي. بيقول لي اذا كانت درجه الحراره العظمى في احد الايام بشمال الصعيد. شمال الصعيد دي فين؟ تقريبا اسوان، او لا اسوان دي تحت. الاقصر، ثانيه، الاقصر وقنا تقريبا، والمنيا. المنيا شمال الصعيد، رحتها قبل كده تقريبا. في بني سويف برضه، فيوم. يا خبر ابيض، قول لي يا اسطى انت منين يا اسطى؟ من الصعيد. طيب 38 درجه سيليزيوس، ماشي. والصغرى 23 درجه سيليزيوس. ايه ده؟ ده مديني العظمى ومديني الصغرى. العظمى اعلى درجه حراره في اليوم، الصغرى اقل درجه حراره في اليوم. طيب العظمى، تعالى بقى نشوف الحته العظمى ايه. تعالى نشوف بقى ايه القانوني. قال لي يا مستر طب احنا عايزين المدى. قال لي اطرح، عايز الفرق بينهم. يبقى المدى يساوي 38 ناقص ال 23 يدينا 15. يا رب تطلع صح. انا مش فايق، انا بصور الساعه 3 الفجر.
ولا 2 مش فاكر. طيب ايوه يا عم 15 يا عم، في ايه يا جدعان؟ 15 اكيد ان شاء الله. طب عايز المتوسط من الرياضه يا جماعه، المتوسط كان بيساوي ايه؟ قال لي المجموع على الاثنين. ايه؟ المجموع اجمع على الاثنين. هتبقى 38 و23، هتبقى 38 زائد 23 على الاثنين. والله يا قلبي انا مش عارف هيديني ايه اصلا يعني. اجمع بقى ايه، يلا قول هنا، قول في الكومنتات، قول لي ص بتساوي كذا. والمهم يا دكتور ده كان حل امتحان متوقع اسمه ايه؟ لمادة العلوم لطلاب الصف الثاني الاعدادي. حبينا يا عم كده ايه نصبح عليك او نمس عليك بالفيديو دوت. فلو انت ما اتفرجتش على الجزء الاول او جزء يعني المراجعه النهائيه بتاعت الشرح وبتاعت الحل، يا ريت تتفرج عليها، دي اول حاجه. لو انت عايز المنهج كامل في 4 ورقات هتلاقيهم موجودين على قناه الواتساب اللي هتلاقيهم تحت في الكومنتات او هتلاقيها في الديسكربشن. طيب ايه كمان يا مستر؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قول ورايا: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.